السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده بقى هنعمل فيديو جامد جدا جدا جدا. انا بنتي الكبيره كان عيد ميلادها زي ما قلت لكم، واختها بقى الصغيره عامله لها مفاجاه من مصروفها وجايبه لها هدايا. تعالوا بقى نشوف مع بعض هتفاجئ اختها وجايبه لها ايه. تمام، وانا برضك حاطه حاجه لبنتي الصغيره دي في البوكس دون. تمام. تعالوا نشوف احنا البوكس دون فيه ايه. تعالوا بقى نفاجئ اختها ونشوف بقى ايه رد فعلها لما نشوف الهدايا اللي اختها جايبها لها. يلا تعالي شوفي بقى ايه الهدايا اللي اختك جايبها لك. تعالي افتحي البوكس انتي، هي اللي تفتحه بايديها. استنى عشان هي بتفتح البوكس عشان هي ربطاه اهي فتحته. تعالي بقى افتحي يلا. استنى يا احمد انت، بالراحه بالراحه عشان ما نبهدلش الدنيا. ماشي. لا دول بتوع اختك. لا ما دي بتاعت اختك. دي انا جايبها لها. بتاعت بسمله. مدي ايديكي هنا شويه، نزلي ايديكي هنا. حلوة قوي. ايه رايكم؟ دون خاتم اهو، شايفين؟ دي بتاعتي ودي بتاعتك. بس يا احمد بس يا احمد انا هنوري دي مريم. يلا ده انسيال. حطي الحاجه هنا. شكلها حلوة قوي. انسيال اهو، شايفين؟ اختها عامله من مصروفها والله، حوشت وقالت لها لازم انزل اجيب لك هدايا عشان هي اختها كانت جايبه لها هديه في عيد ميلادها. تمام، فهي نزلت بقت ايه، لا انا هعمل لها انا كمان مفاجاه واجيب لها ايه، اجيب لها هديه. ايه ده؟ بصوا الولد فتح ايه ده؟ الهديه اللي انا جايباها لبسمله. طب امسكي يا بسمله، تعالي وريهم هديتك. طلعيهم كده قربي ايدك هنا. ايه رايك؟ والله كان نفسي قوي انا عارفه ان انت زيي وبتحبي الغوايش، فجبت لك غوشتين. ايه رايك؟ حطي هنا، المفروض تيجي بس تعالي كده ثانيه واحده. تعالوا بقى نشوف جايبه لها ايه تاني. سلسله شكلها حلوة قوي بجد، كان نفسي بقى جدا. هي اختها بتحب الاكسسوارات. قربي كده شويه، هي بتحب الاكسسوارات فهي اختها انا بحب الحاجات البيضاء، ما بحبش الحاجات الذهبيه. ما بتحبش الذهب، انتوا فاهمين؟ مع اني لابسه والله خاتم مع انها لابسه وعندها الغوشه بتاعتها فما بتحبش تلبسه. والخاتم كان داخل دماغي برضه اكتر. خدي امسكي ده كمان. ده انتوا انسيال. مطقمين بقى. اختك عملت لك مفاجاه وجابت لك دول شكلهم حلو قوي. انسيال وخاتم والسلسله. وانت الغواش عجبتك؟ ايه رايك؟ شكلهم حلو قوي. دي هدايا عيد ميلادك، وانا كنت جايبه لها كوتش بس هي لبسته. هاتي كده يا بسمله الكوتش نوريه برضو. لا خلي، لا بتاع اختك بتاع اختك بتاع اختك، بس هي لبسته وخرجت بيه اهو، فرده واحده اهو. انا كنت جايبه لها، بصوا شكله جامد جدا، بس هي طبعا خرجت بيه اهو. بصوا شكله اهو. ودي اختها بقى قالت لا انا زي ما انت جبتي يا ماما انا كمان لازم انزل اجيب لها ايه، اجيب لها هديه. وزي ما انا قلت لكم قبل كده انا بقى ايه يعني مع بعضينا بشارككم يعني المناسبات بتاعتنا. ده كان عيد ميلاد بنتي واختها حبت ان هي تفرحها وتجيب لها الهدايا. ردك بقى على اختك ايه لما جابت لك الهدايا دي؟ يلا. انا بحبها قوي وتعيش الجبلية. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه. دلوقتي احنا خلصنا كده الهدايا بتاعتنا. تعالوا بقى اوريكم. النهارده انا نزلت جبت للولاد كل واحد كوتش، هوريهم لكم بس الم الحاجات دي واوريهم لكم. ورينا بقى بعد ما لبستيهم اهم. بصوا قوي. لا اعدلي لي ايديكي تاني كده. انسيال برضه. الانسيال والخاتم. هي بتحب الابيض ما بتحبش الذهب زي ما قلت لكم، او ولا الذهبي ولا الذهب. تمام اهو. بصوا ايه رايكم؟ السلسله طبعا خلاص انتوا شفتوها اهو، شايفين؟
ده كلام حلو قوي. قولوا لها بقى كل سنه وانت طيبه. تعالوا بقى نشوف مع بعض الحاجه اللي انا جبتها لولادي النهارده. نزلت جبت لاحمد كوتش. بصوا الكوتش عامل ازاي، جامد جدا اهو. بصوا قلت ايه اشارككم كده معايا. كل ما هجيب حاجه، خلاص العيد كل سنه وانتم طيبين، يا رمضان خلاص الشهر الجاي، قلت بقى ايه اخطف لهم بقى حاجه في حاجه. تمام. بدأنا بالكوتشيهات وهنشيلها برضك للعيد، يعني كل مره انزل اجيب لهم حاجه. الحاجه طبعا دلوقتي غاليه وفي رمضان هتغلى اكتر. يعني الكوتش ده عامل 295. الكوتش ده عامل 295 وهو بتاع اطفال. تمام اهو. بصوا شكله عامل ازاي، ايه رايكم؟ قلت اشارككم برضك ايه يومنا والحاجه اللي احنا ايه نزلنا جبناها. وريني يا بسمله كده. وجبت البسمله برضو. بصوا زي بتاع اختها، هي بتحب تلبس زي اختها بالظبط. بصوا عالي برضو زي بتاع اختها، ايه رايكم؟ بصوا الحاجه غاليه. هنا بقول لكم جايباه ب 295 اللي هو الصغير دوت، وده عامل 325. يعني بصوا والله العظيم حاجه غاليه، وفي رمضان باذن الله هتلاقي الحاجه غليت اكتر. فعلى قد ما تقدري بقى لو عايزه تشتري لاولادك حاجه، تبداي تشتري الايام ديت، وكل ما يبقى معاكي مثلا مبلغ تنزلي تجيبي لهم حاجه، تخطفي حاجه في حاجه. انا بصراحه قلت انزل اجيب لهم الاول الايه الكوتشيهات وهشيلها بعد كده برضك. لما هجيب لهم حاجه تاني هصورها لكم باذن الله. قلت اجيب لهم الكوتشيهات الاول. ده كعب عالي، الكعب بتاعه كمان من جوه، يعني هو مش بره بس، يعني مش بره بس كده، لا من جوه كمان في كعب. تمام. بصوا شكله، قولوا لي ايه رايكم، وفكرتي دي صح ولا مش صح ان انا انزل اجيب حاجه في حاجه كده. دي فكره كويسه ولا لا؟ وبصوا بتاع احمد، بصوا شكله جامد ازاي، جميل جدا. بصوا شكله جامد قوي. قلت اشارككم ايه معايا بقى يومي النهارده. نزلنا جبنا بقى شويه الحاجات دي للولاد، وقلت ايه يعني خلاص رمضان خلاص، الشهر خلاص اهو الشهر الجاي، فطبعا مفيش وقت. وكل ما هتنزلي عشان تشتري حاجه هتلاقي الحاجه غليت اكتر. بتقولكوا اعملوا لايك. فكل ما هتنزلي تشتري حاجه هتلاقي الحاجه غليت عن اليوم اللي قبله. قلت لا انا اخطف دول من الاول، وبعد كده ننزل بقى نشوف هنجيب ايه تاني. وخلينا مع بعضينا ودايما مع بعض في الفيديوهات، وخليكم معايا. متنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب النهارده يكون الفيديو بتاعي عجبكم. انا عارفه هو الفيديو يعني بسيط، بس حبيت اشارككم اليوم بتاعي النهارده. ده بعيد عن الطبخ والحلويات والكلام ده كله. انا حبيت بس ايه اوريكم النهارده احنا عملنا ايه وجبت ايه للولاد. تمام اهو. بصوا يعني بصي الكوتش ده كان زمان كنت تجيبيه ب100 وحاجه، دلوقتي جايبينه بقولك ب 295. يعني كوتش صغنن بتاع اطفال ب 295، وبتاع البنت يعتبر برضه صغير مش كبير، عامل بتاع ده 325. شوفي بقى اما تنزلي بقى ساعه العيد اجيب اعلى من كده كمان، هيوصلوا 400 جنيه بس الكوتش. يلا كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين، واستنوني فيديوهات تانية جايه باذن الله. وهنصور مع بعض ان شاء الله لما هنزل اجيب الحاجه بتاعت رمضان. هنزل اجيب الحاجه ان شاء الله وهصورها لكم باذن الله. بس ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا لي الجرس على الكل عشان يوصلوكم كل جديد. وكل ما نجيب اي حاجه هنصورها مع بعض. واستنوني في فيديوهات تانية كتير جايه.